السوريين لسه مصدقين نفسهم ان هم بيرفعوا الاقتصاد المصري، وبيقول لك احنا قاعدين عشان احنا بنرفع اقتصادكم. يا عم احنا مش عايزينك ترفع اقتصادنا، طب ما تروح ارفع اقتصاد بلدك. روح الحق بلدك اللي هي لسه نتنياهو امبارح بيقول لك انا خدت الجنوب السوري، وغير القنيطرة وجبل الشيخ ويعني والخ الخ. ده غير التقسيمات التانية للدول التانية، غير طبعا غير دولة الكيان يعني. فيا سيدي روح ارفع اقتصاد بلدك، مش هي اولى برضو ترفع اقتصادها؟ بعدين واحد يعني بنقول له ان خلاص نفس المفوضية قالت ان انتفع عليهم سبب اللجوء. طب انت عايز ايه تاني؟ يعني انت بتقول لا ما تقولش عليا كده انا لاجئ، وطلع واحد يقول لي لا انت حاقده. حاقده عليا ان انا كان نفسي ابقى لاجئه يعني يا حرام، وانت خدت اللجوء مني. الناس بتصدق روحها يعني، للاسف بيكذبوا الكذبه ويصدقوا روحهم. يقول لك احنا بنرفع اقتصاد ويصدقوا بقى ويقولوا ورا بعض بقى. ويطلع بقى المستفيدين منهم يقول لك لا ده منورين، ولا هم نفسهم بيعملوا روحهم اكونتات مصريه ويقول لك هم منورين. طب ما تنوروا هناك، واللي عايزهم ينوروا روح معاهم نور معاهم هناك. بعد ما بلدهم مستقرة وقال لك احنا بعد ما ثورتنا نجحت. طب يا عم ما ثورتك نجحت اهو، الراجل مشي، بشار مشي، ولا هو استهبال بقى علينا؟ يعني مش فاهمة يعني. يقول لك لا انت اصل انت حاقدة علينا. حاقدة. كان نفسي اكون لاجئة بس يا خسارة ما فلحتش معايا. إيه اللي احنا فيه ده؟ يعني عيب كده. انا اعرف الناس لما تحس ان في حد مش طايقهم يتحركوا يمشوا، مش كمان يقعدوا يشتموا فيه ويكملوا شتيمة وقلة ادب. يعني ده انا مش فاهمه ان الناس دي ايه. ده لسه العشائر الليبيه مطلعين بيان بيقول لك خونت الاوطان من السوريين يمشوا. السودان نفس الشيء. الدول الاوروبيه هولندا هي بتبحث انها تمشيهم برضو، ده بعد بلجيكا وبعد المانيا يعني كل الناس عماله تقول لكم ارجعوا بقى. انا اول مره اشوف شعب بتقول له ارجع بلدك يشتم الناس. ده ايه الناس ديت يعني؟ ربنا يعافينا بصراحه، ربنا يعافينا بقى.